أنا فلان بن فلان يحييكم ولا يشد على أياديكم. كما تشاهدوا أعزائي الشاهدين، وما يخفيش عليكم البلاد داخلة بعضها كيف العادة، وهذا ما يبشر بخير. نفتتح نشرتنا بالفقر. الفقر الحمد لله يا ربي يغطي كامل تراب الجمهورية، وكما تشاهدون المناطق الفوقانية اللوطة، والمناطق اللوطانية ديما اللوطة. الفقر في الشمال الغربي يصل إلى 45 درجة تحت الصفر، وهذا ما يفسر أن الناس مد يديها تستنى في رحمة ربي. أما بالنسبة للفقر كمان فهو يمتد من توزر تطاوين ويصل إلى ضواحي قفصة. اضطرابات بالحوض المنجمي في انتظار هباب رياح حكومية نهضوية. ما كانش الاضطرابات ستمتد إلى ساحة القصبة محمولة برياح شنو؟ محمولة برياح ديجاجية ثورية عميقة. أما بالنسبة للدمار الذي يكتسح جل مناطق الشمال فسيتواصل السنوات القادمة في انتظار هبوب رياح جبالية مرزوقية ما كانش رانا باش نحلوا فيها جعفرية. أما بالنسبة لحالة الاحتياج المزمنة التي تغطي كل من ولاية القصرين وسيدي بوزيد في انتظار هطول الوعود الفارغة والإمدادات القمح للدجاجة من باجة. ننتقل أعزائي الشاهدين إلى مناطق الجنوب. بالنسبة لمناطق الجنوب كما تشاهدون الحمد لله يا ربي البطالة في تزايد. تتراوح نسبة البطالة بين 1,000,000 و2,000,000 شرق شلوق بطال في الساعة. أما بالنسبة لولاية جندوبة الجندوبية الحمد لله يا ربي الميزيريا تسكسك كالعادة، وهذا ما يفسر أن درجة الحرارة بالنسبة للي الزواولة في ارتفاع، مع العكس مع درجة برودة الأعصاب لأعضاء الحكومة. بالنسبة لمنطقة بوسالم ونلاحظ أعزائنا الشاهدين أن نسبة العيش الكريم في انخفاض مع ارتفاع منسوب المياه. واضح ما كانش راهو هذا ما يفسر لأن بوسالم هززها الواد والحكومة تقول العام عام صابة. ننتقل أعزائنا الشاهدين إلى كل من مناطق السواحل الشرقية، سوسة، صفاقس، المستير، المهدي. نلاحظ أن الطقس معتدل، سماء زرقاء، حكومة زرقاء، وضع مضطرب، والحمد لله يا ربي سياحة مبلعة للعنكوش. لننهض إلى تونس العاصمة، الملاسين، سيدي حسين، حي التضامن، الناموس، السبخة، الحفر. بالنسبة للحفر نلاحظ أن الحفرة تصل إلى بين 2 أمتار و5 أمتار، وهذا ما يفسر أن الوضع العام طيب زبدة. بالنسبة للمياه الصالحة للشراب الوضعية كالتالي: المياه الصالحة مقطوعة، أما الشراب في المارشينوار. وفي ختام هذه النشرة نلاحظ أعزائنا المشاهدين أن الفقر والفرعنة يغطي كامل تراب الجمهورية. نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله ربي يصبركم. وكما قال شكسبير: بلادي وإن دخلت في حيط عزيزة. محمد العربي المازني.